مرحبا، كيفكن؟ والله مللتوني بالانبطاح تبعكن. شبك انت شد حالك شوي، حسسني انه واقف مع زلمة مع بني ادم. شوفوا لنا هالنمرة كمان. بلش يتفلسف وما بقى يخلص كمان. اوه شو هالشعرات الحلوين، والله احلى من الثومة. وانت مدير على اساس، بس معك حق، اللي لازم يصير مدير بسوريا الاسد لازم يطيز. ليك على هالاشكال بلشوا انحناء وذل فورا. شعب غبي. الحقيقة الشكر لإلكم، وأنا بدي أقولها بصراحة، لو ما جحشنتكم وغبائكم اللي فاق التصور ما كنت أنا وأسماء وعيلة الأسد كلها بقينا بهذا البلد. أنا أستغرب حقيقة من هالأشكال والموديلات، يعني اللي بيشوفكم كيف مذهولين وعبتطلوا علي بيعرف حجم الغباء لديكم، وبيعرف حجم العبودية في داخلكم، بيعرف كم أنتم ترضون بالذل والمهانة والانبطاح. فمجرم مثلي لا يستحق هذا الاستقبال وهذه النظرات المشدوهة. كيف تبتسمون في وجه من باع أرضكم للمحتل الروسي والمحتل الإيراني؟ كيف تستقبلون من كان السبب في فقركم وجوعكم وحصاركم؟ والأهم من هذا كله، من قتل أبناءكم ليعيش هو وعائلته وأبناؤه. قتلتكم، شردتكم، جعلت أغلب أوقاتكم تنتظرون على الطوابير للحصول على أبسط حقوقكم: الخبز، البنزين، الغاز، وربما أبسط الأمور. كيف تضحكون في وجه زوجتي أسماء التي تسرق قوت يومكم على البطاقة الذكية؟ كيف ترفعون صورتها على المباني وتمجدونها وتقدسونها دون أن يكون لها صفة رسمية في الدولة؟ غريب. أيها الحمقى، أيها الأغبياء، أنا ومن تقف بجانبي سرقنا بلدكم ووضعنا ثمنها في البنوك الغربية نتنعم بها، أنا وعائلتي وعائلة الأسد. وأنتم لماذا لا تسألوا أنفسكم؟ لماذا لا يذهب ابني أو ابن أي مسؤول إلى الجيش، إلى الجبهات، إلى القتال، بينما أبناؤكم يموتون بالآلاف على الجبهات مع قتال أهلهم مع معارك نحن وجدناها؟ بعد كل هذا الكلام أستطيع أن أقول إنكم قدمتم نموذجا حقيقي كأغبى شعب من حبكجي مخوشق مداهن منبطح يدفع كل ما يملك بما في ذلك الروح دون الحصول على مقابل. وهذا الأمر الأكثر غرابة الحقيقة. فالمرتزقة مثلا يناصرون المجرمين، ولكن بالمقابل يحصلون على المال الكبير، وهذا على عكسكم تماما. قدمتم كل شيء لبشار الأسد، لزوجته، لعائلته، دون أن تحصلوا على شيء. والحقيقة هذا شيء مشجع أن نكمل كعائلة الأسد في استعبادكم، في قهركم، في ذلكم أكثر وأكثر. وسأورث ابني حمار الرياضيات المنصب، وهو بالمثل يورث ابنه، وهكذا. يلا، بدل كل واحد عم يبتسم شكل ومشدوه شكل، شدونا الهمة واشتغلوا وحاسبونا نهاية الموسم، لأنه علينا كثير ديون لروسيا وإيران لازم ندفعها، وماني مستعد جيب يورو واحد من البنوك الغربية. قال: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وأنا أرى بأنكم شعب لا يحب الحياة بقدر ما يحب العبودية والانبطاح والذل. وإذا كان الشعب قال الله سوريا بشار وبث، فأنا أقول الله سوريا شعب يبث. قال: إذا الشعب يوما أراد الحياة